السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعين قناة هواة الحمام المصري وقناة بلدنا تيوب مع المخرج المتميز دائما أحمد بدر. بنكمل النهاردة إن شاء الله الحلقة الثانية، بنتكلم على العظمة عشان نديكم خلفية عن الحمام بصفة عامة، عشان تبقى عارف أشكاله وعارف العظمة دي نوعها إيه والعظمة دي نوعها إيه. المرة اللي فاتت اتكلمنا على العظمة القاطعة واتكلمنا على العظمة المقنيرة. هنتكلم ان شاء الله النهارده ناخد العظمة المقبية الاول عشان سهلة كده يعني هتبقى تأثر معانا الوقت. العظمة المقبية دي يا جماعة بتبقى عامة في المراسلات في منها شكلين او 3 اشكال يعني، بس انا هجيب لكم اللي هي الرئيسية بتاعتهم او العظمة الاساسية اللي هي العظمة دي احنا بنسميها العظمة المقبية. دي بتبقى في المراسلات، وبعدين دي مراسلات مصريه يعني مش كل المراسلات، يعني في مراسلات موجوده في كل انحاء العالم، بس دي متميزه ان هي معروفه. دي العظمه دي بتاعه الحمام المراسله المصري. تمام. شوف شكل العظمه بيبقى عامل ازاي، بتبقى من اول النافوخ لحد هنا. بص شايف العظمه عامله زي الدايره، بص نص دايره، واخده نص دايره. دي اسمها العظمه المقبيه، بنسميها العظمه المقبيه. طبعا بقى ظهر حمام يعني هجين برضو وكلام زي كده، تلاقي العظمه دي مفروده شويه يعني مش مقبيه كده، دي اسمها العظمه المقبيه اللي احنا بنتكلم عليها. اما برضو الانواع الثانيه دي يعني احنا يعني هو مش موضوعنا، بس هي دي العظمه المقبيه دي اللي انا عايز اوضح لك صورتها. دي الحمامه المراسلات المصريه تبقى موجوده فيها. في العظمه بتبقى مفروده شويه، ده بيبقى يعني هكمل لك بقيه الكلام ده في الموضوع. الزق والتحضين والكلام ده بيأثر على العظمه نفسها، فدي العظمه المقبيه اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا في الاسود وفي الابيض وفي الوان كتير من نوع الحمامه دي، بس الناس الغواة كلهم بيفضلوا الاسود او يفضلوا الابيض. تمام. ادي العظمه دي عظميه نتايه، فطبعا النتايه بتبقى وشها قليل شويه وعظمتها بتبقى صغيره شويه عن الذكر. واضحه كده؟ لازم تبقى بص واخده نص دايره ازاي. انا يعني بص شايف الحمامه اهي، بص شايف صبعي ماشي ازاي اهي، بيبقى واخد نص دايره كده. الدماغ بالعظمه، العظمه بتبقى طالعه من النافوخ. بص شكل العظمه عامل ازاي. هوري لك فرد تاني. دي عظمه مقبيه برضو لنفس الفصيل، مراسلات مصريه، بس العظمه دي مفروده شويه. انا هقول لكم برضو بسبب ايه يعني هنخلص بس الموضوع العظمه المصدره واقول لكم ايه السبب اللي بيخلي العظمه تبقى بالشكل ده. دي برضو حمامه مراسليه اهاليها مظبوطين تمام، بس جت العظمه دي بسبب التحضير اتفردت شويه. شايف اتفردت ازاي العظمه؟ غير العظمه اللي انا وريتها لك. العظمه اللي انا وريتها لك ايه، جايه نص دايره من فوق الراس لحد كده. اما دي بص العظمه دي مفروده ازاي؟ بسبب التحضير. الموضوع ده برضو هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله.
دي برضو عظمه لذكر. يعني انا وريتك العظمه اللي فوق دي اللي هي النتايه، العظمه دي بتاع الذكر. بص بتبقى شبعانه برضو شويه، نفس الايه، نفس النظام. شايف الذكر العظمه جاي ازاي؟ نص دايره كده بكيرف، غير الذكر الرصاصي اللي انا وريته لك اللي لونه رصاصي، عشان الناس اللي مش عارفه الالوان الحمام. يعني هو انا بكلمك على اللون يعني. ده برضو نفس الايه، سيبت كده كده يا استاذ احمد، نفس الايه. بص شايف العظمه جايه نص دايره، تمام. دي احنا كده اتكلمنا عن العظمه المقبيه وانت عرفت شكلها. طبعا الناس اللي غاويين مراسلات، انا مش غاوي مراسلات قوي او مش محترف في موضوع المراسلات، بس هي دي المقصود من الحلقه دي، العظمه المقبيه. المفروض ان انت تعرف شكلها عشان لما حد يقول لك ايه مراسلات عظمه مقبيه، تبقى عارف ان هي دي المواصفات اللي انت محتاجها بالنسبه للعظمه المقبيه. ما تكونش مفروده زي اللون الرصاصي، الذكر اللون الرصاصي اللي انا وريته لك او رمادي. لازم تكون الدايره دماغ الحمام بالعظمه واخدين شكل نص الدايره، تمام. ده كان كلامنا على العظمه المقبيه. هنتكلم بقى على العظمه المصدره. يعني ايه العظمه المصدره؟ بص يا باشا، العظمه المصدره دي موجوده في فصائل، في كذا فصيل. طبعا موجوده في اي يعني في الشوامات كلها بصفه عامه. دي العظمه المصدره. بص عامله ازاي، بتبقى رفيعه وطويله. في منها المدببه اللي هي رفيعه زي دي، طويله ورفيعه اهي، شايف عامل ازاي، بتبقى طويله ورفيعه. في منها بتبقى يعني المقصود بالعظمه المصدره، العظمه بتبقى مسحوبه كده مستطيله. يعني الاوضح يعني العظمه بتبقى مستطيله جاي، ما تفرقش بقى من فوق الدماغ او من تحت الدماغ، بس هي بتطلع العظمه كلها بتبقى مستطيله بالشكل دوت، تمام. ده فرد هزاز. العظمه المصدره دي موجوده في ايه؟ موجوده في يعني في اكتر من 80% من الحمام الزينه. ده مثلا انا وريتك منهم فرد حمام عندي اللي هو الهزاز، موجوده في 80% من انواع الحمام الزينه. وموجوده في ايه تاني برضو؟ موجوده في الشوامات زي ما قلت لك، والشقلباظيات مثلا. يعني دي شوامات. الهزاز ده فصيله الشوامات، نفس العظمه برضو، تمام. شوف العظمه مصدره مستطيله اهي، شكلها مستطيل، بتبقى طويله ورفيعه كده، تمام. الرفيعه منها بتبقى موجوده في الشوامات، الكركنديات، العبايسه، الحلبيات، تبقى موجوده في الشوامات عامه يعني. الشقلباظيات هقول لك برضو دلوقتي، هعدلك الانواع بتاعتهم. بص نفس النظام، دي انتايه كركنديه اهي. بص نفس العظمه بتبقى رفيعه وطويله ومستطيله، يعني لا هي مقبيه ولا هي مكلتمه قصيره ولا هي مكنيره. بص شكلها عامل ازاي، تبقى رفيعه ومستطيله، تمام. هوري لك برضو فرد تاني. ده فرد حلبي اكول. طبعا الحمام يعني في احمر وفي اللاك. بص برضو في نفس الحمامه. بص دي عظمه مصدره برضو اهي. العظمه المصدره موجوده في ايه؟ موجوده في الشوامات عامه كلها، تمام. موجوده بالشكل اللي انا بوريه لك ده، كويس. طب في عظمه مصدره بتبقى شبعانه شويه او بتبقى مليانه، بتبقى موجوده في ايه بقى؟ موجوده احنا بنستخدمها. ده برضو يعني الحمام ده احنا يعني ايه، انا بستخدم في منه بستخدم متحاضين، يعني بيزق حاجات معينه عشان الموضوع اللي انا هكلمك فيه دلوقتي. العظمه المصدره الشبعانه بتبقى موجوده في الكريزليات، زي مثلا الفرد دون. ده فرد كريزلي اسود، شايف العظمه بتاعته عامله ازاي اهي، مصدره مستطيله وطويله اهي، بس تخينه غير الحمام اللي انا وريته لك دلوقتي اللي هو الشوامات والهزاز والشقلباظيات، تمام. واضحه العظمه اهي، بص اهي. ورفيعه، لا مش رفيعه، عريضه وطويله. دي بنسميها برضو مصدره. ليه؟ لان واخده شكلها مستطيل. العظمه طالعه كده مستطيله كده، سواء شبعانه زي اللي هي اللي بتبقى في الكريزلات، او بتبقى رفيعه زي اللي هي في الشوامات والانواع اللي احنا اتكلمنا فيها. دي برضو انتهي برضو كريزلايه برضو اهي، نفس الكلام برضو. دي ممكن تكون عظمتها يعني ايه واضحه اكتر من الذكر كانت عظمته خشنه شويه. ده المقصود بالعظمه المصدره، تبقى عظمه شكلها مستطيل، طويله وشكلها مستطيل. في منها الرفيع بيبقى بيبقى زي ما قلنا في الشوامات
الشوامات طبعا اللي هي تضم العبسي، تضم الكركندي، تضم الشقلباظيات، دي الشوامات كلها عامه، دي بتبقى عظمه مصدره. بتبقى شكلها عريضه شويه العظمه المصدره فين؟ في المراسلات، في الكريزليات، دي برضو بتبقى بنسميها عظمه مصدره. انا اتكلمت معاكم على العظمه المقبيه وقلت لكم دي فيها عيب ليه بقى. احنا بنستخدم قصوص التحضين يا جماعه. يعني انا لو جبت قص كريزلي زي القص اللي انا لسه مرهولك دلوقتي وجيت احضن تحتيه الحمام المراسل الاسود دون، هتبص تلاقي العظمه بدل ما هي مقبيه عامله كده واضحه، تبقى بدل ما هي عامله كده. ايه اللي هيزق العظمه دي؟ لازم يكون حمام مراسلات يكون مستواه اقل من القص اللي عندك اللي انت بتفرخه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي العظمه بتاعت الزغلول عامله كده، ما اجيبش حمامه عظمتها كده عشان ازق العظمه دي، لا، لازم اجيب حمامه عظمتها مقبيه شويه، يكون نوع من انواع المراسلات عظمه مقبيه، بس ايه، ما يكونش غالي، يعني عشان لما الحمامه تيجي تزق دي تعرف تزق الحمامه، تملى الحمامه الكبيره تحط بقها في الزغلوله، في العظمه بتاعت الزغلوله تعرف تزقها. لو جبت حمامه مصدره دي عشان تزق لك العظمه المقبيه، هتبص العظمه بدل ما هي مقبيه كده اتفردت. ليه؟ لان العظميه بتاعت الحمام وهو صغيره بتبقى طريه، تقدر تشكلها. يعني في بعض الناس بيلعبوا في العظمه بتاعت الصوافات، بيقول لك قارص على العظمه بتاعت الحمامه. ده اللي بيحصل برضو مع الحمام الكبير في التحضير. لما تيجي تقص حمام، لما تيجي تفرخ حمام عظمه مقبيه، حمام غالي زي الحمام المراسلات السوداء اللي انا وريتها لك دي، تجيب مراسلات عظمه مقبيه برضو، بس مثلا سعر القص يكون حنين شويه. مثلا انت هتجيب القص المراسلات مثلا ب 1000 وشويه، لا، هات مثلا زغلوليه، هات قص تحضير مثلا سكه ال 150 200 جنيه، مش هيبقى غالي، خلي بالك. يعني حتى لو انا بقول لك السعر ده مش هيبقى غالي، عشان لما تفرخ حمامه يبقى انت العظمه بتاعتها طالعه مظبوطه، عشان تعرف تسوقها، تعرف تبيعها. ده كلامنا عن العظمه المقبيه، وكلامنا برضو عن العظمه المصدره. بيتهيألي كده، يعني لو فاضل حاجه هنكملها في بقيه الحلقات، بس انا حبيت اعرفك دلوقتي يعني بالعظمتين اللي احنا اتكلمنا عليهم. في برضو مع حاجه برضو انا كنت عايز يا ريت استاذ احمد بدري يوضحها. كان في احمد حامد من اسكندريه، الناس المحترمه يعني، كان كلمني امبارح وبعت لي صور شبابيات كده، بيقول لي دول صوافات وعايز يشتريهم، والراجل اللي بيكلموا عليهم حاطط فيهم مبلغ يعني. فانا قلت له لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، دول مش الحمام ده مش صوافات، رغم ان هم زغاليل والعظمه بتاعتهم قطعت. تشوف العظمه بتاعتهم تقول دول صوافات، بس يا جماعه مش كل حمامه قطعه تبقى صوافه، مش كل حمامه صوافه مستواها قليل تتفرخ برضو. ازاي؟ الحمامه الصوافه عامه ليها مواصفات في وقفتها، لو ما عرفتهاش من مواصفاتها تعرفها من وقفتها. بص، الحمامه الصوافه رجلها قصيره يا استاذ احمد، الزغلولين اللي انت بعتهم لي امبارح واقفين عاملين زي المراسلات. يعني بص، شايف الحمامه المراسلات دي؟ الاستاذ احمد يقدر يقربها. الحمام اللي انت بعته لي كان واقف كده وكانوا زغالين، شايف؟ كانوا واقفين الوقفه دي بتاعت الذكر الاسود ده. الحمامه الصافي ما بتقفش كده. لو الحمامه الصافي وقفت على رجليها وعملت كده، بتلاقي صدرها ده لورا واقفه كده، يعني ايه، وقفه يعني إيه، ملوك، يعني احنا بنسميها الكينج عشان كده، او ملك الحمام عشان كده. تلاقيها راجعه لورا ورقبتها لقدام وعامله كده، عامله وقفتها بتبقى عامله زي الهزاز، تمام؟ تلاقي الفرد واقف وظابط نفسه كده. لكن الحمام اللي انت بعته لي واقف وعامل كده، مش صوافات خالص، رغم ان العظمه بتاعته محترمه. انا قلت لك دي عوادات او حمام مفروخ كويس، اللي فارخ الحمام ده راجل كويس، راجل فارخ حمام كويس، بس ده مش صوافات. الزغلول ده بص، وقفه الصافي وهو واقف، ادي وقفه الصافي، ده زغلول بيصاصي، ده زغلول بيصاصي. شايف الزغلول واقف ازاي؟ واقف تحس ان هو نايم على بطنه. الزغلول ده لسه زغلول بيصاصي. انا جايبه من واحد حبيبي برضو، يعني يعني مش عارف اشكره على ايه بصراحه، يعني راجل محترم. الزغلول ده انا جايبه من واحد صاحبي، واحد حبيبي. شايف الزغلول الصافي واقف ازاي؟ بص للوقفه دي استاذ احمد، اسكندريه واهل اسكندريه والناس الرجاله، بص شايف الزغلول ده واقف ازاي؟ الصافي لازم يكون واقف الوقفه دي. هعلمك حاجه تاني في الصافي، رغم ان ده زغلول، خلي بالك ان ده زغلول، سامع بيصاصي ازاي؟ زغلول ولسه بيصاصي اهو. بص يا باشا اهو، لسه بيصاصي. اي صوافه تمسكها يا برنس، انا مش عايز بس بدل الزغلول عشان لسه صغير. الصوافه اول ما تمسك الصوافه على طول يقوم عامل ايه بقى؟ يقوم حاطط رقبته دي بين كتافه،
امسك اي فرد صافي او اتفرج على اي صوره لفرد حمام صافي تلاقيه عامل كده، عامل رقبته كده. اي فرد صافي بيستخبى يعني يعني ايه، تلاقي رقبته جوه صدره. دي اول حاجه. تاني حاجه الصافي دي وقفته، بص واقف ازاي، تحس ان هو نايم على بطنه، رجليه قصيره يا جدعان، مش حمامه عظمتها قصيره واقفه لي عامله زي المراسلات، اقول دي صافي حتى وهي زغلوله. دي تاني حاجه. حتى الفرد الصافي لما بيبقى واقف زي وقفته الطبيعيه زي كده، مثلا زي الحمام اللي قدامك دون، بتلاقي فرد الحمامه واقف ومرجع ظهره، وفرد عامل كده. فرد حمام بيقول انا يعني متباهي بنفسه. يا ريت المعلومه تكون وصلتك يا استاذ احمد، وبشكركم جميعا، وبشكر المخرج احمد بدر، وانتظرونا في الحلقات القادمه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.